حياتنا كلنا بنواجه لحظة بنسأل فيها سؤال بسيط بس صعب: أنا عايش لمين؟ السؤال ده ممكن يكون البداية لتغيير كل حاجة حرفيا. فأنا النهاردة هشارك معاك فكرة أتمنى تستوعبها. لو استوعبتها صح أو تقبلت كلامي فهي ممكن تغير لك جزء، ولو حتى جزء بسيط أو نمط حياتك، وأكون أنا سبب إن شاء الله حتى لو سبب بسيط. أغلبنا عايش في سباق بيحاول يرضي الكل، سواء في شغل، في دراسة، علاقات. كل الحاجات دي بتستهلك طاقتك حرفيا، بتبقى صفر. بتحس ان النهاردة زي امبارح زي بكرة، ما فيش جديد، فاهم؟ وكل ما بتحاول انك تجاري الدنيا او حرفيا تلم الامور بتلاقي نفسك برضو بتخسر. طب ده ليه؟ ده لانك ناسي نفسك، مديتش وقت لنفسك او فرصة انك تقعد مع نفسك، تظبط يومك بقى، تظبط روتينك، تحاول فاهم تفصل شوية عن العالم. وده ليه؟ ده لان انت اصلا ما عندكش حاجة تديها للعالم، انت طاقتك صفر. فلو انت اصلا مش متصالح مع نفسك او مديتهاش الوقت الكافي انك ترجع تاني، عارف كده، زي مثلا تعمل ابديت، فاهم؟ فمش هيكون عندك حاجة تديها للعالم، فاهم؟ انت اصلا طاقتك صفر. واختيار نفسك هنا مش أنانية، بالعكس ده أساس. يعني تخيل معايا، انت لو ما اخترتش نفسك مين هيختارك، فاهم؟ وكذلك برضو لو ما اهتمتش بنفسك مين هيهتم؟ فاهم؟ محدش مهتم. كلنا عندنا ضغوطات، وانت زي ده وزي ده. كل الناس عندها ضغوطات وعندها ما يكفي انها برضو ما تبقاش عندها وقت لحد. كل واحد حرفيا عارف في اللي مكفيه، فاهم؟ ده المعنى الحرفي. فالحقيقة ان العالم من حواليك مليان ضغوطات ومطالب، هتفضل تجري ورا كل حاجة لحد ما يجي فترة تقول طب انا فين من كل ده؟ اختيار نفسك ممكن يكون هو اول خطوة صح تعملها عشان تعيش حياة بجد انت تستحقها. ركز على نفسك وعلى اهدافك وخد قرارات جريئة، ما تخافش تفشل، لان حتى الفشل جزء من الرحلة. لما تبدأ تختار نفسك وتبدأ تعيش صح، فالناس فعلا اللي كانوا يستحقوا اللي هم يكونوا جنبك ومعاك وتعرفهم، فدول هتلاقيهم لسه موجودين. واللي ما كانوش يستحقوا فهتلاقيهم بعدوا لوحدهم. فاللي عايز اقوله لك ان الحياة مش طويلة ومش بتستنى حد. الحياة مؤقتة، حتى الفشل مؤقت، السعادة مؤقتة، الحزن كذلك. الإنسان عشان احنا كلنا فاهم احنا فترة في الدنيا وكلنا هنموت، كلنا نواجه وجه كريم بإذن الله. فمش عايزك تكون خسرت، عايزك تعيشها صح، على الأقل تكسب نفسك، فاهم؟ فتركز على نفسك، تهتم أهم حاجة بدينك، وبس. ده اللي كنت عايز أقوله لك. فلو حسيت بأي معنى من كلامي وتعرف حد عايز يسمع الكلمتين دول فبعتله الفيديو. ومش عايزك تأجل، عايزك تبدأ من النهاردة. وبإذن الله أشوفك في فيديو قريب بإذن الله. وحابب أشكرك على وقتك، وبإذن الله مش هتكون آخر مرة. أشوفك في فيديو جاي إن شاء الله. وبس.